السلام عليكم، عاملين ايه يا اخواتي؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة العيد ان شاء الله يعني جاي بعد كام يوم. قلت افرحكم بحاجة كده. انتوا مشكلتكم فيها اصلا زي ما انتوا شايفين كده عنوان الفيديو. ما تطيرش تاني او ما تتحذرش تاني، لان في كام واحد اصلا برا السوشيال برضو بيتحذر. سواء مؤقت او مش مؤقت. في عندك هنا في المنتدى، قبل ما ندخل على الشرح، عندك انهاء رومات هنا عندك. تمام. وعندك برضو شوية فيديوهات ممكن تنفعك، رشكول، ضرب ابلاغات، الكلام ده كله. تمام. المهم نشوف المشكلة اللي عندنا. انا رقمي هو محظور برضو مؤقت، وفي برضو اللي بيتحذر برضو غير مؤقت او مؤقت عادي، يعني بقت حاجة عادية خالص للناس. تمام. ندخل هنا على ام تي مانجر، هسيب لك برضو اللينك بتاعه تحت في الوصف. آه تمام. ندخل نختار النسخة بتاعتنا. هنعمل هنا اكستراكت الاي بي كي بتاعنا اللي هو الواتساب. هنكتب هنا واتساب. تمام. النسخة اللي انت شغال بيها، اللي انت محظورة عليها اكيد يعني. ماشي. نعمل هنا فيو او معاينة. بعد كده تعمل هنا تحديد لكل الكرزيزات، ونبحث عن اندرويد اي دي. تمام. الطريقة دي مش هتخلي اصلا النسخة تحذر تاني، وعلى ضمانتي كمان. انا هجرب برضو معاكم بعد الفيديو، اجرب تحويل شتات. تمام. ناخد الكلمة دي كده كوبي، اللي هي اندرويد اي دي. والشرح ده على فكرة محدش شرحه قبل كده، ومحدش اصلا يعرفه. المهم نسيبنا من اول واحدة اللي هي دي، ملناش دعوة بيها. ده في ملف فيه وملناش دعوة بيها، احنا عايزين الاكسات. ندخل على اول واحد. بص، لو جالك اللي هو الاندرويد بروفايدر اللي هي تحت الاندرويد اي دي. تمام. الاندرويد بروفايدر سيتنج، لو ملقتش تحتها موف ريزلت، تمام، مالكش دعوة بيها. ما تحطلهاش كمان موف ريزلت، يعني ما تشغلش دماغك. هتطلع منها كده بكل سهولة. تدخل بقى على اللي بعدها. فين بقى موف ريزلت؟ اقولك ادي الاندرويد بروفايدر. تمام. سيتنج سكيور. فين بقى الموف ريزلت؟ اهي تحتها. تمام. هتعمل ايه؟ هتنزل تحتها كده مسطرتين وتاخد الانفوك ده. تمام. تاخده كوبي. تنزل كده تحت الموف ريزلت، هتحط الانفوك بتاعك بس اهو. شايف انت بقى الفي زيرو دي هتخليها اللي هي الفي اتنين، على حسب الموف ريزلت الفيرجن بتاعه ايه. بس هو لو في واحد هتخليه في واحد، هو في اتنين هنا فهتخليه هنا في اتنين. تمام. ندخل على اللي بعده. عندك هنا مفيش الا اندرويد بروفايدر، مالكش دعوة بالملف. تمام. تدخل على اللي بعده. في عندك هنا الا اندرويد بروفايدر، لازم يعني الانفوك ده. تمام. تنزل تحتها كده مسطرتين، وتحط الانفوك بتاعك، وتخليه في زيرو على حسب الفيرجن بتاع الموف ريزلت. ده لازم، لان هي ممكن تتحرق معاك، هي مش ممكن، هي اكيد تتحرق معاك. تمام. نيجي ناخد هنا اللي هو سبام وورنينج دي. نحطها برضه هنا في البحث. تمام. هتطلع لك تقريبا اتنين او تلاتة، يطلع زي ما يطلع. تمام. هتعمل ايه بقى؟ بص، شايف اللي هي 64 دي؟ تمسحها، تكتب 270 اف. لو انت عايز تكتب واحد اي، يعني واحد اي كده، مش حوار عادي. ده اللي انا كنت بعمله قبل كده على فكرة، بس فعادي يعني مش حوار. تمام. برضو الامر ده علشان انا منسوش، تاخده كده كوبي. تمام. انا هحطه لك هنا في الملف. هتعمل ايه بقى في الامر ده؟ هقولك. بص، شايف انت اللي هو اكسبيري ان سكند؟ بقى قبل السكند كده تكتب نانو بس. اللي انا كنت بعمله بقى قبل كده، كنت بكتب ميل او ام اي ال يعني كده. بس حتى لو تفتكر في الفيديو قبل كده كنت عاملها ام اي ال تقريبا. بس هتيجي هنا برضو هتاخد اللي هي تكتب الكلمة دي برضو قبل كلمة سكند. بس متلعبش بقى في حاجة تاني. عندك هنا ثواني.
ماشي ما علينا. نطلع نكتب هنا بدل 64 نفس ال 270 اف اللي احنا حاطينها. لو انت عايز تحط واحد ايه هنا هتحط هناك واحد ايه، بس تيجي هنا برضو قبل الاكسبيرينس سكند تحط نانو، بس مفيش سكند هنا تاني تقريبا يعني. بس هناخد برضو الامر ونبحث عنه. تمام نطلع كده بقى بره، نبحث عن اللي هو اكسبيري ان سكند. تمام اللي هو ده. نبحث ماشي. لو لقينا نغير. تمام قبل السكند دي هنحط نانو. لو انت عايز تحط ام اي ال عادي براحتك، يبقى تحط في كله ام اي ال بس. نحط كده نانو بس كده. نعمل ايه بقى تاني؟ ثواني شوف حاجة كده برضه نلعب فيها. اقول لك مش مهم. تمام تيجي هنا على كوم دي. تمام تدوس عليها دوسة مطولة، دوس على امبورت اللي هي تالت واحدة. تمام فين بقى الملف بتاعنا اللي احنا هنحطه؟ ما احنا حطينا انفوك، يبقى لازم نحط ملف او ميثود. تمام هنحط الملف ده. هتلاقيني سايب لك الملف ده اصلا تحت في الوصف. تمام او في اول كومنت، خليها في اول كومنت. تمام ضفنا الملف. هنعمل ايه؟ ثواني. شايف الانفوك اللي احنا حطيناه؟ ندخل عليه كده جوتو اهو. تمام وندخل هنا على الملف اللي احنا حطيناه علشان نشوف المسار ماشي ازاي. اللي كام صدام فيكس دي. انا عندي هنا اللي كام صدام، يعني انا بعمل النسخة بتاعتي بحط لها منع التطيير ده بس. فهنا عندي اللي كام صدام. لو انت عندك تياجو يبقى اللي كام تياجو، فاهمني؟ اللي كام تياجو ريسورس، او اللي كام مثلا سام مودز ريسورس. ده لو انت بتعدل مثلا على بيتا، لو انت بتعدل على تياجو. آه لو انت بقى بتعدل على اف ام والنسخ البلس ما تخافش، انا هحط لك الملف بتاع البلس وبتاع التياجو وبتاع نسختي وبتاع بيتا واللي انت عايزه كمان بس. يعني انت هتحط الملف بتاعك مظبوط، لكن انا بلعب هنا في الملف. تمام تيجي بقى نشوف نعمل تحويل شتات كتير كده، علشان انا طرت الصبح برضو بسبب الكلام ده. كنت باجي ابعت اسم كده للناس كده بتوع شير، وطرت يعني بسبب الملف ده. واكيد يعني كلكم عارفين اللي هو حوار التطوير بتاع التحويل اكتر من 3 شتات او 5 شتات او 10 شتات. لو انت عملت اكتر من 30 شات مثلا هتطير. تمام نيجي نشوف النسخة. طبعا انا بقى لسه طاير بتاع ربع ساعة كده ثواني. ربع ساعة. تمام اخلص الربع ساعة دي واجي نعمل تحويل شتات كتير. تمام ادي النسخة فتحت والتطوير البند اتشال. نعمل ايه بقى؟ عايزين لينك كده نقعد نحول لشتات كتير. ثواني ناخد مثلا اللينك بتاع، ناخد دي مثلا، دي قناة على التليجرام. لو انت عايز تخش انا سايب لك اللينك تحت برضه. تمام خلينا مثلا نبعت في الشات ده الاول. ثواني نبعت في الشات ده بتاع الشركة. فانت هتاخدها كده ايه فورورد او مثلا تحويل. نقعد نحول بقى لشتات كتير، مع ان هو لسه طالع من بند، يعني المفروض ان انا اتحذر على طول في ثانية. تمام نحول مثلا كده 11 ثواني. ناخد دول كمان ودول كمان. انا عدي ال30 ما تخافش، انا عدي اعمل ال40 مش ال30. ثواني ناخد دول كمان. مش عايز بس احول لشتات الكلية علشان ما يقولوش عني ان انا هوكر ولا بتاع، عشان عارف الناس دي. بس شوف كده، بس ما فيش رمات كلية.
ناخد ايه تاني؟ ماشي، ناخد ده وده وده كمان. هو بص انا هحدد كده وانا ابقى افتح الفيديو تاني. تمام، بعدين بعت كده 40 او 41 شات. اه تمام. المفروض ان انا اطير، في ضغط كتير اهو، المفروض ان انا اطير. بس لا، الطريقة دي يعني هتجيب معاك نتيجة، يعني على ضمانتي كمان. لو طرت يا عم تعالى كلمني. بس وادي الملف بتاع اللي انا كنت حاطه يعني. كنت بدخل ابعت اسمي ومش عارف ايه واكتر من 5 شتات، خلاص كده طير. وفعلا طرت. بس فحليت انا المشكلة دي ونزلتها لك. عايز بقى اشتراك ولايك وكومنت، حاجة كده تفرح القلب. كل سنة وانت طيب، سلام.